نوع التجاوزات دي؟ بصوا يا بنات، التجاوزات ممكن تبدأ من مسكة ايد لحد اللهم عافينا اللي انتوا فاهمينه كويس. التجاوزات ممكن تبقى من الراجل بإيعاز من الراجل، وممكن تبقى بمطاردة وإيعاز من الست. فاوعوا تفتكروا بس ان التجاوزات دي الراجل هو اللي بيقعد يزعق ويتخانق عشانها. التجاوزات التي تصل إلى مرحلة النهاية، إلى مرحلة الوحش، هذه التجاوزات نسبة نجاح العلاقة بعدها مش كبيرة. يعني لو انت وصلتي مع واحد لمرحلة تجاوزات ووصلتي لان انت ما بقيتيش بنت، فنسبة نجاح العلاقة قليل حتى لو اتجوزت. ليه؟ تعالوا بقى نفكر كده في سيكولوجية الراجل. هو بيفكر ازاي لما الموضوع يوصل للأخير أو للنهاية؟ بيبتدي الشيطان يلعب في دماغه إنه ما انبسطش، أو إن الموضوع ما يستاهلش نتجوز بقى، ما خلاص. تاني حاجة بيحس بحمل وفرض إن البنت دي هو مضطر يتجوزها عشان غلط معاها. فهو ممكن يكون هيتجوزك عن طواعية أصلا، بس فكرة إن أنت عندك العذرية فيها مشكلة، غصب عنه على مستوى اللاواعي هيبتدي يحس انه مضطر يتجوزك. فهمتي حاجة؟ فلو اتجوزك تحت هذا المسمى هيفضل طول الوقت شايف نفسه انه ما كانش ندل زي فلان وفلان وفلان، وانه اتستر عليكي. الله، هو مش انت يا ابن الحلال اللي عامل التجاوزات؟ والتجاوزات دي فرقت ايه بعد الجواز عن قبل الجواز؟ ما انت كده برضو معناها ان انت بعد الجواز هتقوم بايعني؟ لا، اللي يفرق هنا هو احساس الرجل نتيجة للضغط المجتمعي، ان البنت لما ما بتبقاش فيرجن فده بيخلي الراجل مضطر ان هو يتجوزها، وبالتالي الاضطرار ده بيوصل له على مستوى اللاواعي، فبيحس انه عامل فيكي جميلة، انه بيحس ان هو اتاخد على اخوانه. يعني ايه؟ هو اللي عامل كده، بس ليه بيحس ان هو متاخد على اخوانه؟ لانه بيحس ان الحاجات اللي زي كده، هذه الاحداث الجلل في حياه الراجل او في حياه الست بصفه عامه، بتبقى عامله زي الفرح كده. يعني احنا فرحانين ومروحين بيتنا و... والحدث كبير وانا مستعد له وانا بفكر فيه وانتي مستعده له، وبتفكري ان النهارده مثلا يوم عرسك، ربنا يرزقكم جميعا. فحدث يعني حفله كده، فلما بتحصل على هيئه غلطه بتفقد معناها. لما بتحصل من غير ما الطرف يكون عامل حواليها هاله من السعاده وهاله من الاثاره وموتيفيشن بقى وهنتجوز النهارده وبتاع، فده بيكون محبط ومخيب للآمال. فاوعي تحت أي ظرف من الظروف إنك تفتكري إن التجاوزات مش هتوصل لنهاية زي دي، لأن الشيطان اللي صعب في الجواز بيبقى سهل في الغلط.